السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة ام عمر في المطبخ على اليوتيوب. ان شاء الله النهاردة هنعمل صينية مكرونة بالبشاميل، بس حكاية بصراحة. طعمها وريحتها جنان، طرية كده وجوسي، ومقاديرها مظبوطة، وبالذات مقادير البشاميل علشان في ناس كتير مش بتعرف تظبطه ومش بتظبط معاها فان شاء الله هنقوله بالكوباية النهاردة وبالمعلقة، وهيطلع مظبوط معاكي 100%. يلا على طول نروح على البوتاجاز، نجيب حلة نحط فيها مادة دهنية، بس المادة الدهنية بتكون كتيرة شوية عن الدقيق علشان ما يكلكعش معانا. حطيت شوية زيت، وياريت الزيت يكون ملوش ريحة علشان ما يخليش البشاميل ليه ريحة زيت، فيه زيت كده بيبقى ريحته مش كويسة. وحطيت معاه معلقة سمنة بلدي، نسيحهم مع بعض. هنا اول ما ساحوا معانا هنجيب بقى 4 معالق من الدقيق. كل كوباية لبن او كوباية شوربة بتاخد معلقة دقيق، بس يا ريت ما تمليش المعلقة زي كده. انا المعلقة اتملت معايا بقت هرمية زيادة عن اللازم، فخدت زيادة شوربة شوية. فانت المعيار المظبوط كوباية دقيق، كوباية لبن عليها معلقة دقيق، وعليها يعني حوالي كده معلقتين سمنة او زيت او سمنة مع زيت. حطيت 4 معالق من الدقيق، نشوحهم شوية، يعني ما تستعجليش وتحطي السوائل على طول، لا شوحي شوية في الدقيق لغاية ما تشمي ريحته كده. والله عايزة تعمليه كله لبن براحتك، عايزة تعمليه نصه لبن ونصه شوربة براحتك برضو. بصراحة اللي بيبقى بالشوربة، ولما تبقى شوربة حلوة كده دسمة بيبقى طعم، ودي ترجع لك برضو. عايزة تحطيه كله لبن، دي حاجة شخصية، حرية شخصية براحتك برضو. هنا اهو بعد ما شوحت الدقيق، اتأكدي ان مفيش دقيق لازق في جوانب الحلة علشان ما يتحرقش منك ويمرر معاك البشاميل. نقلبه كده، افضل حاجة تقلبي بيها عشان ما يكلكعش منك المضرب السلك، ما تحشيش ايدك منه خالص. شوفوا لازم المادة الدهنية تكون زايدة عن الدقيق. انا هنا استخدمت كوبايتين لبن وكوبايتين شوربة لحمة اهو. حطيت اول كوباية وتاني كوباية. يا سلام بقى لما يبقى لبن جاموسي او بقري، يعني لبن طبيعي كده، يبقى احلى واحلى، لان البشاميل كل ما يكون دسم بيدي طعم حلو في صينيه المكرونه. ومعايا هنا انا حطيت كوبايتين لبن، وهحط كوبايتين شوربه. دي اول كوبايه شوربه. نجيب كوبايه تاني، ايدك ما تتحش منه، افضلي قلبي باستمرار. طب خليه بعد ما قلبته كده وغلى معايا لقيته مكلكع، ولا تزعلي نفسك، سيبيه يهدى شوية، وفي شفشق الخلاط حطيه واضربيه هينعم معاكي ويبقى زي العسل. ما تحشيش ايدك منه، افضلي قلبي كده. انا لقيته تقيل معايا شويه، زي ما قلت لكم ما تمليش معلقه الدقيق قوي، يعني معلقه عاديه. طب خليني عملته وطلع خفيف زياده عن اللزوم، شويه ميه او شويه لبن، حطي نص معلقه دقيق او معلقه دقيق تاني، وانزلي سرسوب كده لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. انا لا بحبه تقيل ولا بحبه خفيف، خير الامور الوسط. انا لقيته هنا تقيل معايا شويه، فزودت نص كوبايه شوربه تاني اهو. انت عينك في الحاجه اللي قدامك. كوبايه اللبن او كوبايه الشوربه عليها معلقه دقيق ومعلقتين ماده دهنيه، يعني معلقتين سمنه معلقتين زيت. لو زيت هيكون اكتر شويه، لان معلقه السمنه احنا عارفين بتبقى يعني مليانه عن الزيت. هنا معايا التوابل، مفيش اكتر، ما تحطيش اكتر من كده. رشه فلفل اسود، مكعب مرقه، والملح المظبوط بتاعها، بس ما تكتريش ملح في الاول، اللي احنا عارفين مكعب المرقه بيبقى فيه ملح. هنا حطيتهم وقلبتهم لغايه ما يبقبق معاكي، تلاقيه بيغلي. اوعي تحشيه من على النار قبل ما يغلي.
هوريكي دلوقتي البقبقه بتاعته، علشان لو حشتيه وانتي بتاكليه كده هتحسي بطعم الدقيق على لسانك، فدي حاجه مش مستحبه خالص. هوريك القوام اللي انا وصلت ليه، اللي انا عايزاه وحباه اهو. شوفوا جميل ازاي، ما تخليهوش تقيل عن كده ولا خفيف عن كده، وناعم معايا نعومه زي ما انتوا شايفين كده. ليه؟ علشان ما حشتش ايدي منه. واللبن ما يكونش ساقع يعني، ولا الشوربه تكون ساقعه، تكون بدرجه حراره الجو. اهو نقلب لغايه ما يغلي معايا. شوفوا بوريكم اهو، بقول لكم شوفوا لازم يبقبق كده، لازم يعمل فقاقيع. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. لازم دي الخطوه دي لازم اوعي تنسيها. اول ما تطفي عليه كيس تلاجة نضيف كده، حطيه على وش البشاميل ولزقيه في وش البشاميل. ليه؟ علشان لو ما عملتيش كده وقلت غطيه بغطا الحله هتلاقيه عمل قشره منك، تيجي تقلبيه وقت ما تقلبيه مع المكرونه هتلاقيه عامل قشر على الوش ومكلكع ومش حلو خالص. فانت حتى لو ما غطيتهوش بالغطا حطي الكيس ده على وش البشاميل. هنا جبت بقى طاسه عشان نعمل العصاج، حطيت فيها شويه زيت وحته السمنه برضو، ونسيحهم الاول كده. انا كيلو المكرونه بحط له نص كيلو لحمه. هنا حطيت اللحمه اهو معايا، قلنا على طول بننزل باللحمه الاول نديها صدمه كده. لازم الطاسه او الماده الدهنيه معاكي يكونوا سخنين جدا. اول ما تحطيهم ما تقلبيش على طول عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. هي كده كده ما بتاخدش وقت في السوى اللحمه المفرومه دي. فصين مستيكه كده بيدي ريحه حلوه قوي للحمه. ما عندكيش مفيش اي مشكله برضو، هتتعمل من غيرها. لو موجوده يعني حطيها، مش موجوده ما توقفيش نفسك على حاجه. نشوح بقى فيها كده كويس. ان شاء الله هتعمليها وتطلع مظبوطه معاكي بالملي. هنا بقى معايا عفوا، معايا بصلايه كبيره قطعتها مكعبات، ننزل بها على اللحمه كده نشوح فيها. احنا عارفين البصل والفلفل والحاجات دي بتزود برضو ايه من كميه العصاج، وبتدي طعم حلو وقيمه غذائيه عاليه برضو. هنا بقى نحط معلقه الخل اللي احنا متعودين عليها على طول مع اللحمه المفرومه، معلقه واحده بس. ما تخافيش مش هتأثر في طعم اللحمة خالص، مش هتحسي لها بطعم ولا اي حاجة. معايا هنا بشر جوزة الطيب، ببشرها على الجنب الناعم كده بتاع المبشرة، يعني رشة خفيفة خالص، بتفرق بصراحة في العصاج. ما عندكيش برضو مفيش اي مشكلة، استغني عنها. معايا ده فلفل الوان اخضر واحمر واصفر. عندك فلفل اخضر بس شغال برضو عادي، ما تربطيش نفسك بالالوان. عندك الوان حطي، ما عندكيش استخدمي الفلفل الاخضر. عايزه تحطي قرن شطه برضو براحتك، المتاح عندك اعملي بيه. انا بقول لكم على البدايل كلها اهي عشان ما تقفيش على حاجه خالص. بس هو اول حاجه لازم تعمليها اعملي البشاميل عشان يهدى معاكي كده. انت عقبال ما تخلصي باقي الحاجه المكرونه والعصاج هيكون بقى دافي معاكي.
هنا دي رشة فلفل اسود، ونحط الملح بقى المظبوط بتاعنا. اول ما بننزل طبعا الفلفل الاسود والتوابل بتطلع الريحة بتاع العصاج كده حاجة جميلة. اظبطي الملح بس ايه يعني عشان ما يبقاش حادق معاكي. لازم اي حاجة يا جماعة تحط فيها ملح، ما تكتريش ملح في الاول علشان ما يطلعش حادق معاك، وبعد كده نقول هندويه ازاي. الحاجة اللي تبقى عايزة ملح احسن من اللي ملحها زيادة ونعرفش نتصرف فيها بعد كده. طب مثلا عملت صلصة بقلة تقلية مثلا واحدقت مني، اعمل فيها ايه؟ قشري بطاطساية وارميها مع الصلصة، هتمص الملح اللي فيها كله زيادة. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا ريت بقى يا امارات ما تنسونيش في اللايك. هنا معايا طماطمايه كده مبشوره، عايزه تحطي كيس صلصه حطي، بس بصراحه الطماطم حلوه في العصاج كده. كله ده على نار عاليه. بس كده العصاج خلص معانا خلاص. سهل وبسيط جدا بس طعمه حلو قوي. شوفوا ما شاء الله طلع معانا كميه محترمه. كده خلاص استوى معانا اهو. نحوشه بقى ونشوف اللي بعد كده. حطيته على العين اللي ورا كده، وطيت عليه خالص يعني حوالي دقيقتين بس وطفيت عليه. هنا جبت حلة اهي فيها مية هتغلي معانا، حطيت فيها معلقتين زيت ونحط فيها معلقة ملح. ما تنسيش الملح وانتي بتسلقي المكرونة، لانك لو ما حطيتيش ملح هتطلع المكرونة معاكي دلعة كده وملهاش طعم خالص في الاكل. هنا يعني حطيت حوالي معلقة بس، حطيتها على مرتين كده. ندوبها وننزل بقى بالمكرونة اهي. اول ما غلت معانا نزلت بالمكرونة. المكرونة اول ما تغلي معاكي غطيها واطفي عليها زي ما بقولك كده. تاخد اول غلوة معاكي، ما تغطيهاش قبل كده، يعني قلبي فيها اهي. اول ما تغلي معاكي اول غلوة اطفي عليها وغطيها وسيبيها 5 دقايق تابعيها، هتستوي في سخونة المية اللي هي فيها اهو. بقول لكم انا خلاص طفيت عليها وهسيبها ايه تكمل سوا. هنا بقى نيجي نطبق البشاميل على المكرونة. شوفوا هنا الكيس حشت اهو، مفيش اي قشرة خالص. شوفي ناعم معانا واملس كده وحاجة جميلة خالص. نديله تقليبة بس كده بالمضرب كده، قوامه حلو قوي. انا بالنسبه للمكرونه انا صفيتها ما بردتهاش، يعني حطيتها في المصفى صفت الميه اللي فيها، ما حطيتهاش تحت الحنفيه. المكرونه بتاع البشاميل ما بتتغسلش، ما بتشطفش ولا بتتبرد. حطيت كده كميه من البشاميل على المكرونه واقلبها كلها ببعضيها كده اهو. نتأكد ان كله اتقلب في بعضيه والمكرونة كلها اتغلفت بالبشاميل. معايا هنا صينية حطيت فيها برضو شوية من البشاميل. عايزة تدهني دهنة زيت وترش بقسماط مفيش اي مشكلة برضو. ما عندكيش بقسماط حطي شوية بشاميل زي انا ما عملت كده. نحط بقى نص كمية المكرونة اهو، ونفردها ونسويها كويس. المكرونة لسه هي سخنة معانا عشان ما بردتهاش بالمية.
سوي كده واضغطي بالمعلقة على المكرونة، سويها وخليها كلها تبقى حتة واحدة. نجيب بقى العصاج بتاعنا اللي احنا مجهزينه اهو، ننزل بقى بيه في النص كده ونفرده فردة كويس. شوفوا شكله لوحده، يعني العصاج لوحده يتاكل كده ما شاء الله عليه. ريحته كانت حلوة قوي. وزعي كده، خلي العصاج يوصل اطرف الصينية علشان الحتة اللي هتقطعيها تبقى كلها فيها عصاج وفيها لحمة، ما تبقاش فاضية، ما يبقاش اللي ياخد حتة يلاقيها فاضية ما فيهاش عصاج من جوه، ما ياكلش مكرونة بس يعني. شوفوا ما شاء الله الكمية معانا كافة اهي. نجيب بقى المكرونة التانية، باقي المكرونة نفضيها عليها برضو ونسويها بنفس الطريقة. ونفرد بقى واضغطي، وانتي بتفردي كده اضغطي، يعني وزعي المكرونة كلها بالتساوي كده واضغطي عليها بالمعلقة. ان شاء الله هتعمليها وتطلع مظبوطة معاكي وجميلة بإذن الله. نلم بقى اي بشاميل في الحلة دي والحلة التانية، احنا حايشين شوية نحطهم على وش الصينية اهو. نجيب باقي البشاميل. انا بالمناسبة ان انا ما بحطش بيض، ما بحبش البيض خالص في المكرونة البشاميل، ما بحبوش على وش الصينية خالص. انتي عايزة تحطي براحتك، هتحطي بيض يبقى ترشي معاها رشة فلفل اسود عشان الزفارة، بس انا بصراحة بعملها كده بتطلع حلوة ولا فيها ريحة يعني ما بحبش فيها بيض خالص عشان بحس انه بيبقى ريحته زفرة كده في الاكل، فما بحبوش. وبتتحمر معانا وبتبقى جميلة وزي الفل، اكنك حطلها بيض واحلى كمان. نوزع البشاميل كله كده، وقبل ما اطبق المكرونة على بعضيها قبل ما احطها في الصينية كنت مولعة الفرن، مولعة البوتاجاز، فرن البوتاجاز مولعاه على اعلى درجة حرارة، يعني لو عندك على 250 300 شغليه. نديها بس خبطتين كده على الرخامة. نجيب حتة سمنة بلدي كده على الوش، حتة السمنة دي بقى برضو هتسيح وهتدينا كده تحميرة حلوة اوي لوش الصينية. عندك حطيها، ما عندكيش البشاميل برضو هيتحمر وهيديكي وش جميل بإذن الله اهو. بعد ما استوت معانا دخلتها على الشبكة اللي في النص، قعدت معانا. لو عندك الشواية في الفرن بيشتغل مع الفرن من تحت، شغليها تاخد لون، اطفي الشواية وسيبيها تكمل، يعني تقعد معاكي حوالي تلت ساعة في الفرن. احنا كل حاجة مستوية بس هتتشمع مع بعضها في الفرن. طب ما عنديش الشواية بتشتغل مع الفرن، اول ما تدخليها شغلي الشواية الاول تاخد لون كده، وبعد كده شغلي بلاطة الفرن. يعني انا قبل ما ادخل الصينية لو الاتنين مش بيشتغلوا مع بعض اكون مولعة الفرن، اول ما ادخلها هاجي طافية الفرن واشغل الشواية، طالما الاتنين ما بيشتغلوش مع بعض تاخد لون من الوش واجي طافياه ومشغله ايه البلاطه بتاع الفرن. خليها تاخد اللون بتاع الوش اللي انت حباه. انا بالنسبه لي كده جميله بصراحه، كانت ريحتها بصراحه في منتهى الجمال وطعمها حكايه، يعني والله انا مقطعاها وهي لسه سخنه برضو، يعني ما كانتش طالعه بقالها حوالي 10 دقايق. انت عايزاها تطلع متماسكه اكتر من كده سيبيها تبرد شويه، هتطلعي القطعه بقطعتها. بس انا شوفي عشان المقادير البشاميل مظبوطه مطلعاها هي لسه، وما شاء الله عليها حلوة وجميلة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.